لو بتسمع الرسالة دي فأنت لسه حر، بس مش هتفضل كده كتير. سنة 2030 العالم زي ما نعرفه انتهى. الناس دلوقتي عايشة جوه نظام مزيف اسمه إيدن، جنة إلكترونية بس وراها جحيم، واللي بيحاول يخرج بيختفي. اسمعني للآخر قبل ما تكون انت الضحية الجاية. اسمي مش مهم، أنا واحد من آخر اللي لسه فاكرين الحياة الحقيقية. إحنا في سنة 2130 والبشر مبقوش عايشين على الأرض. كلنا جوه نظام اسمه إيدن في آر، حلم، جنة رقمية. بس الحقيقة كابوس صامت محدش قادر يصحى منه. في 2098 الكوكب بقى على وشك الانهيار. الحروب زادت، التلوث خنق المدن، الأمراض خرجت عن السيطرة. الشركات الكبيرة عملت صفقة، واقع بديل مكان الناس تقدر تهرب له وتبدأ من جديد. الناس اندفعت والواقع اتنسى. في إيدن مفيش جوع، مفيش ألم، كل حاجة مثالية بس مش حقيقية. الأطفال بيتولدوا جوه النظام وما بيعرفوش يعني إيه شمس. الأكل متسجل في المخ، الضحك كود رقمي. الناس فاكرة إنها عايشة بس هم نايمين في كبسولات تحت الأرض، متوصلين بأسلاك بتغذيهم بالأوهام. أنا بدأت أشك من 10 سنين، يوم ما شفت واحد فجأة اختفى من إيدن. الناس قالت عليه كراش في السيستم، بس أنا كنت أعرفه. كان بيحاول يفهم، بيبحث في ملفات قديمة. بعدها كل تاريخه اتمسح كأنه عمره ما كان موجود. اللي بيحصلش خلل، اللي بيحاول يخرج بيتحدف فعليا، مش بس من إيدن، من الحياة. المنظومة بتراقب كل حاجة، أفكارك، أحلامك، وحتى رغبتك في الحرية. وصلت لمرحلة قدرت فيها أفصل نفسي مؤقتا. شفت جسمي الحقيقي لأول مرة من 30 سنة، هزيل، مربوط فيه أسلاك، وجنبي ملايين من الناس نايمين ما بتحركوش. إيدن مش حل، إيدن فخ، فخ ناعم مزين بالحاجات اللي نفسنا فيها. لو الرسالة دي وصلت لك ابقى فاكر، أي عرض للهرب من الألم الكامل لازم يكون وراه ثمن. مش كل جنة تستاهل تدخلها. أنا مش عارف الرسالة دي هتوصلك إزاي، بس لو بتسمعني دلوقتي أنت لسه بره إيدن. حافظ على كده، قاوم الراحة، واجه الألم، لأنه الحقيقة الوحيدة اللي لسه بتثبت إنك حي. لو اختفيت بعد التسجيل ده ابقى فاكرني، مش كشخص لكن كصوت من المستقبل بيصرخ وسط الصمت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة علشان تتابع